ابني رجع. بابا مين؟ انت قاعد بتمد ايدك للناس؟ عبده. قاعد بتقول لله؟ اعمل ايه يا ابني؟ انت اللي معادك كده. اهو قاعد شويه يا ابني. قاعد شويه؟ انت تكذب عليا؟ انا شايفك كنت قاعد مادد ايدك وبتاخد حسن لله. انت اتجننت يابا؟ يا ابني ما حصلش. يعني ايه ما حصلش؟ انت بتكدبني وبتكدب عيني. انا شايفك بعناية دول. انت ازاي قاعد يابا وبتعمل كده؟ ازاي؟ يا ابني هعمل ايه بس؟ قاعد بمد ايدي عشان اجيب العلاج، انت عارف ان عندي السكر. يعني ايه عشان تجيب العلاج؟ امال الفلوس اللي انا ببعتها دي بتروح فين؟ وليه مش قاعد في بيتك معزز مكرم وكل حاجتك تجيلك لحد عندك؟ ليه تقعد تمد ايدك كده؟ ليه تقعد تشحت وتمد ايدك للي يسوى واللي ما يسواش؟ اعمل ايه يا ابني؟ لازم أنا اجيب العلاج. تاني هتقول لي علاج تاني؟ ما انا بقول لك انا ببعت لك فلوس كل اول شهر، وفلوس مش قليله، فلوس كتيره تجيب علاج الدنيا والاخره. قال لي خليك تنزل تقعد تشحت في الشارع، والله ده مرض وجالك على كبر. لا يا ابني ما تفهمنيش غلط. امال ايه هو اللي حصل بالظبط؟ ما تتكلم وتحكي لي. ابوك راجل كويس، انا ما مدتش ايدي الا وانا محتاج، وبعد كده مراتك انت مشيت وهي طردتني بره طردة الكلاب. اكل منين؟ طب قوم يابا واشرب. قوم قوم يا حاج. تعالى. انا يا ابني مش عايزك تتهور. امشي يابا بالراحه يا ابني، مش قادر امشي، بالراحه. انا عايزك بقى يابا تحكي لي مراتي عملت فيك ايه بالظبط وانا مسافر. كل اللي حصل يابا تحكيهولي بالتفصيل الممل. اسمع يا ابني. يلا يا راجل، انا عايز غور من هنا. يا بنتي كده بره يا بنتي، بتطردني من بيتي، انا زعلتك. ابنك دلوقتي راح السعوديه ومش راجع دلوقتي، انت هتفضل قاعد لي في البيت ليه؟ هصرف عليك انا منين؟ طب يا بنتي لا كده، انا جنب منك، بتعوزي اي حاجه بعملها لك، لا كده حرام عليكي. لا الصراحه، ما هو الخدمه اللي انت بتقدمها لي مش جايه معايا سكه، وبصراحه انت دلوقتي عجزت، ويعني ما عادش بتقدر تعمل لي حاجه في البيت، فتمشي احسن وتطرقني. يا دي يا بنتي الوصيه اللي ابني قبل ما يسافر وصاها لك. ابويا امانه بين ايديكي، حافظي عليه، واللي يعوزه اعمله له، واللي عايزه اديهوله. ده كلام فض مجالس. دلوقتي ابنك سافر يا حبيبي، ربنا يرزقه يا رب. انت بقى تاخد نفسك وتطلع بره، تشحت، تموت، تغور، تروح في داهيه، انا ماليش دعوه. خلاص انا شلت ايدي منك يا عم، عشان ما تقولش انا اذيتك او عملت فيك حاجه، لكن انت اصلا لو قعدت هنا انا هاذيك. يا بنتي انا ابو جوزك، يعني مكان ابوكي اروح فين واجي منين؟ وبعد كده ابني مش معوزك حاجه، هيبعت لك فلوس وهيبعت لك كل حاجه. بقول لك ايه، بالله عليك ما تعيطش، عشان قلبي صغير وضعيف يعني. واضح يا بنتي قلبك صغير وتعرفي ربنا، ما هو باين عليكي. طب يلا بقى يا حبيبي، خد شنطتك واطلع بره. يا بنتي روح، فماليش مكان. انا ماليش دعوه، مش مشكلتي، انت هتحكي له ظروفك ولا ايه؟ يا بنتي انا راجل مريض وابني عارف، عشان كده بيبعت لي فلوس. فلوس؟ ده انت طمعان بقى في القرشين. طب بص، علشان انا تعبت، ماشي؟ اطلع. دي اخرتها يا بنتي. سم. انت فين يا ابني؟ يا ريتك يا ابني تجي بألف سلامة وتشوف مراتك، وتشوف الوصية اللي انت وصيتها عليا، وتشوف الأمانة اللي انت سبتها لها. زلاني ومبهدلاني يا ابني، اهو ربنا اللي شاهد وشايف، رمت لي حاجتي في الشارع يا ابني. اشكي لمين وانت بعيد عني؟ وصلك ازاي وابلغك ازاي؟ انت شاهد ومطلع يا رب، يا رب انت على القوي. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وده يا ابني كل اللي حصل. اخس، ده هي دي الامانه اللي سايبها لها، بدل ما تخلي بالها منك وتحطك في عينيها ترميك في الشارع. وحياة رميتك في الشارع دي يابا اجيب لك حقك تالت ومتلت. ايه ده؟ عبده؟ ادخل يابا. ابا ازيك يا حماية؟ انت اتأخرت بره ليه؟
ايه ده يا عبد، انت بتضربني ليه؟ وقطع وشك من الاقلام اللي تيجي على ابويا وترميه في الشارع. ما تستحقش ان هي تبقى على ذمتي، ذمة راجل مغرقها في خيره وخير ابوه، وتيجي تنكر كل ده وتشيله كده وترميه في الزبالة. طب ليه؟ الراجل الغلبان الكبير العجوز اللي لا حول له ولا قوة عمل لك ايه علشان خاطر ترميه في الشارع وقاعد مسدول للي يسوى واللي ما يسواش ومدد ايده يقول لله يا محسنين؟ وابنه اللي هو انا، اللي الراجل ده تعب زمان لحد اما عمل كارير وبقى عنده زوجة وبيت وابن علشان خاطر يشيله. عمل ايه بقى ده كله علشان خاطر انت ترميه؟ هو جايبني الدنيا علشان خاطر اتجوز واحدة زبالة زيك وتعمل في كده؟ ولا المفروض ان هو بقى يبقى سعيد بيا ومتمرمغ في خيري؟ ها؟ ده انا بقيت اقول لي اعتبريني زي ابوك، مفيش فايدة. لا، ابني بيبعت لي فلوس، مفيش فايدة. ابوها ايه؟ هي لو كانت معتبرك زي ابوها يا ست كان على الاقل حتى لو انت بنت جحدة كنت تكلميني في التليفون وتقولي لي معلش انا مش هينفع اقعد انا وابوك في بيت واحد، وساعتها كنت انا اتصرف. ساعتها ابويا اللي انت رمتيه ما كانش هيقعد معاكي، لان راجل عنده كرامة، وانا علشان هو راجل عنده كرامة انا وارثها منه. وبقول لك انت طالق بالتلاتة عشان تبقى بلا رجعة. عبد انا ما كنتش اقصد، والله ما كنت اقصد حاجة. يلا اوعى يابا اطلع حتى مش عايز بص يا بنتي قبل ما تمشي. بلا بص يابا، اللي زي دي ما تستاهلش بصي، اللي زي دي مكانها الزبالة. ايوه في ايه؟ الحقني يعني انا اتطلقت. ايه؟ اتطلقت ازاي؟ وليه؟ ايه اللي حصل؟ هحكي لك. احكي لي، عمل ايه فيكي؟ عمل ايه؟ انا من فترة كده، من 5 شهور جوزي سافر زي ما انت عارف. ايوه ما انا عارف. وابوه كان معايا في الشقة. ايوه ماله؟ انا رميت لابوه هدومه في الشارع وطردته. ايه كده يا بنتي؟ بتقولي ايه؟ رميتي مين في الشارع؟ حماكي؟ كملي وبعدين قولي وبعدين هو رجع من السفر لقى بيشحت في الشارع. يا نهار اسود! لا الراجل الغلبان ده بيشحت بسببك؟ ما عرفتش اربيكي. ما هو انا لو عرفت اربيكي يا تربيه زباله ما كنتش عملت كده. تعالي هنا يا بت، تعالي. ما انت خلاص قاعده في قرابيشي خلاص، ويا ريتك اتطلقتي بغلط منه. ده انت فضحتك هتبقى بجلاجل. ده الناس ده يقعدوا يحكوا ويتكلموا اللي طردت حماه. تفكر حد يرضى يتجوزك؟ تفكر حد يرضى يتنيل ياخدك عليك وعلى دماغ اهلك النهارده؟ والنبي انا عشان خاطري، والنبي عشان خاطري ايه؟ خلاص بقى، وانا مش هعمل كده تاني. مش هتعمل ايه؟ هو انت سقطت في المدرسه؟ مش هعمل كده تاني. هو انت غلطت حاجه في التليفون؟ مش هعمل. انت طلقتي. ما هو كان قاعد معايا في البيت ليه؟ ما يقعد يا شيخه، ده بيته، ده انت تشيليه فوق دماغك. الله يخرب بيت ام الجيل ده، جيل زي الزفت، لا عارف يعني ايه حما ولا يعني ايه حمات ولا يعني ايه عيشه ولا يعني ايه تربيه. ساطرين بس في ام الدليفري والاكل من بره. يا اولاد ما تخلينيش اتعصب على اهلك. غوري يا بنت جوه، غوري نعم. يا نهار اسود على الفضيحه اللي انا هبقى فيها يا جدعان. طب اروح له اقول له ايه؟ اقول له معلش ابوك اختي خالته يشحت. طب اعمل ايه؟ يا رب دبرني.